حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء الثاني من المسلسل الباكستاني ملاذ الوحيد. وقفنا المرة اللي فاتت لما غازي وزكريا راحوا لمريم على مكان شغلها، وغازي بيقول لها انهم يحلوها ودي من غير مشاكل، لان كده كده بقى الارض دي بقت بتاعتي. ومريم ما بيهمهاش كلامه ابدا، وبتمسك الشيك اللي مديهولها وبتكتب فيه السعر اللي هي عاوزاه، وبعدين بتقطعه وبترميه على الارض. طب لو عاوزين تعرفوا انا باصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الاخر ويلا بينا. ومريم بتقول لغازي بص اللي عندك اعمله، انا ما بتهددش اصلا ولا حتى بخاف من حد. وبتقطع الشيك اللي على بياضه وبترميه على الارض. فغازي بيقلع نضارته وبيضحك ضحكه الاستهزاء بتاعته دي، وبيقول لها انت غلطتي دلوقتي وهتندمي بعدين على اللي عملتيه دلوقتي. ومريم بتكون برضه مصممه انها تتجاهله وبتشاور له بايديها اللي هو يلا امشي يعني. فغازي بيمشي بكل هدوء، بس بيكون شكله بيقول انه مش هيعديها على خير كده ابدا. وبيكون غازي مش طايق نفسه وطالع من الكافيه. وبتكمل بقى وبيشوف قدامه لالا ورجالته وهم رايحين لغازي، ولالا بيكلم غازي وبيتريق عليه وبيقول له كبرت في السن يا غازي وشعرك ودقنك بيض هم، بص بقى انا بنصحك انك تصبغهم احسن وانت مالك. لكن غازي بيرد عليه بكل برود وبيقول له وانا متقبل نصيحتك طبعا يا حبيبي، ده احنا اخوات، بس ما تنساش بس انك تصبغ انت كمان لانك محتاج وكتير قوي كمان. فبيقول له لالا انت دقنك وشعرك ابيض بس قلبك اسود، اما انا قلبي ونيتي سليمه. وغازي بيتضايق جدا من جواه بس برضه ما بيبينش، وبيقول له انا كده صبرت عليك كتير قوي وانت كده بتختبر صبري عليك. ولالا بيقول له ان شاء الله عنك ما صبرت يا شيخ، انا بس بوريك امتى. وبيكمل لالا كلامه وبيقول له اوعى تكون مفكر انك مسكتني من ايدي اللي بتوجعني لما خليت هاشم يمديلك على الارض وبقت ملكك. كده كده هاشم خد جزاءه وخلاص، لو كمان بتهددني بالظابط يجيلي ويشك فيا. وهاشم بيقول له انت برضه بتحلم وتبقى دماغك كمان كده تعبانه، كمان بمناسبه انك عاوز تحتل الارض دي بقى كمان، فانت كده هتجيب اخرك معايا ومش هسمي عليه حتى وانا بموتك. وبيقول له غازي انا مش هرد عليك دلوقتي، وردي عليك هيكون بانتصاري وساعتها هبقى اجي واحتفل معاك. وبعدين اللي بيتكلم ما بيعملش وانا هوريك افعال. اما بمناسبة نصيحتك ليا بصبغ شعري يعني، فانا بنصحك ان ازاي اخليك بتطلع في الروح وقريب قوي كمان. وبيسيبه ويمشي. ولالا ورجالته بيدخلوا الكافيه بتاع مريم وبيقولوا للجرسون انه يرن على صاحبة الكافيه لانه محتاج يتكلم معاها. وبيقول له يعملوا شاي اخضر. يا لئيم شكله كده عاوز يخس يا اخواتي، يلا ملناش دعوه بقى وخلينا في المهم. وبنيجي لسيهان وبيكون نازل ومتشيك على الاخر. طب احلى حاجه في سيهان ده انه بيهتم بنفسه وبيشياكته جدا. وبينزل وتشاندا بتشوفه وبتقول له انت رايح على فين يا حبيبي، وبيعرفها انه رايح عشان يشوف مريم وبيقترح عليها انها تيجي معاه. لكن تشاندا بتخاف من غازي لو سابت البيت ومشيت يعني، وبتقول له لا روح انت لمريم بقى وكمان عشان تبقوا براحتكم وانا هستناك هنا ما تتاخرش عليا. فبيقول لها خلاص اللي تشوفيه بقى يا حبيبتي وبيسيبها ويمشي. ولالا بيكون بيكلم مريم وبيقول لها انا مش جاي هنا لا عشان اكل ولا عشان اشرب، وانا جاي بس علشان اسالك على سعر المكان لاني عاوز اشتريه. ومريم بتكرر نفس الكلام اللي قالته لغازي بالظبط، وبتعرفوا انها مستحيل تبيعه. وبتقول له عشان احكي لك ذكرياتي مع المكان ده محتاجه ناس تكون عندها قلب. وبيقول لها انها تفكر في كلامها قبل ما تقوله له. وبيعرفها ان في راجل حقير عاوز يشتري الارض دي، وطبعا كلنا عارفين هو قصده على مين. وبيكمل كلامه وبيقول لها انه لو خدها بالاكراه وده اللي هيعمله كمان غير الاذى اللي هيعمله فيكي، وساعتها ما كنتش هفكر ان انا اجيلك ابدا، وانا بقولك اهو اني مش هجيلك هنا تاني وكمان هساعدك علشان محدش يأذيكي ابدا. وبيبدأ يتعاطف معاها وبيقول لها الارض دي بتاعتك انتي وبس. ومريم بتسمع كلامه وبترتاح له جدا وبتطمن. ولالا بينادي الاسكندر وبيقوله انه يدي رقمه لمريم، وبيوجه الكلام لمريم وبيقول لها لو احتجتني في اي وقت ما تتردديش ثانيه ورني عليا على طول. وبيسيبها وبيقوم يمشي. واخر النهار مريم بتكون لسه في الكافيه وبتكون قاعده وسرحانه، وسيهان بيدخل عليها وبيقعد وبياخد باله انها متضايقه وبيسالها وبيقول لها مالك في ايه، بس هي بتقول له مفيش حاجه. وسيهان ما بيصدقهاش وبيقول لها انا حافظك كويس قوي، عرفيني في ايه وما تخبيش حاجه عليا. وبترد عليه مريم بتوتر وبتقول له بصراحه بقى انا عندي مشكله كبيره قوي، في شركه كبيره جدا كلموني وعاوزين يشتروا مني الارض اللي فيها الكافيه، بس انا طبعا رفضت. وسيهان بيقول لها اطمني محدش يقدر يقرب يمة المكان هنا
ابدا، وان لو حصل حاجه كلميني على طول وانا هتحمل المشكله بنفسي. وبترد عليه وبتقول له ان هي اللي هتتعامل مع المشكله بنفسها، وبتكون زعلانه جدا وخايفه على مكانها وانه يعتبر عشره عمرها. وسيهان كتر خيره بقى بيفضل يطمنها وبيقول لها انه دايما هيكون موجود معاها ومش عاوزها تقلق ابدا، لانه بيعتبرها زي مامته لانها كانت صاحبه مامته الله يرحمها. وتاني يوم مريم بتكون قاعده في البيت وإليف بتكون راجعه من شغلها وبتطمن على مامتها وبتقول لها خدتي علاجك؟ ومريم بيكون اللي فيها مكفيها وبترد عليها وبتقول لها ما تشغليش نفسك بتعبي قوي كده يا إليف، انا كويسه ومفيش اي حاجه. وبتكون زهقانه جدا وإليف بتشوفها كده وبتعرف انها بترن على اختها إلهام وما بتردش عليها. وإليف بتقول لها تجاهليها زي ما هي بتتجاهلك، ما تساليش عنها. فمريم بتقول لها انت تقدري تنسيني في يوم من الايام يا إليف؟ وبترد عليها إليف وبتقول لها ده انت نبض قلبي اللي عايشه بيه. وبتقول لها وانت وإلهام عندي كده يا إليف بالظبط، نبض قلبي اللي عايشه بيكوا في الدنيا دي. وبالليل سيهان بيدخل لباباه وبيقول له عاوز اسالك على حاجه، وبيقول انه بقى بيخبي عليه كل حاجه وان دي حاجه بتضايقه قوي. وغازي بيقول له بكل هدوء ان ده بس عشان بتتعامل بكرم على الاخر، وانا مش عاوز بكرمك ده الاقيك موزع ثروتي على الناس. وسيهان بيموت من الضحك وبيقول له ما تخافش، فلوسك ما بتخلصش يا سيدي، ودي غريزه فيا ان غصب عني بحب اساعد اللي قدامي. وغازي بيقول له انها اكيد حلوه بس الناس بتستغلك وكده هتضحكهم علينا. وسيهان بيقول له بالعكس يا بابا، في برضه اللي مفكرني بغشهم وحرامي وبضحك عليهم. وبيكون قصده على كلام إليف زي ما احنا فاكرين في الحلقه اللي فاتت. وبيرد عليه غازي وبيقول له ده مجنون اللي يفكر فيك كده. وبيساله وبيقول له مين اللي اتجرأ وقال لك الكلام ده؟ وبيسرح سيهان وبيفتكر كلام إليف وبيقول لبابا لا ما تاخدش ببالك، دي بنت مجنونه وانا اديت لها درس عمرها ما تنساه. وإليف بيكون في اسم الشرطه وبتبلغ عن سيهان علشان خبط العربيه بتاعتها، وكمان تاني يوم بعت لها رجاله خطفوا منها محفظتها وتليفونها كمان. والظابط بيقول لها طب وايه اللي اكد لك ان هو اللي بعت لك ناس يسرقوكي؟ وبترد عليه وبتقول له ده مش كده وبس، ده بعت لي راجلين كمان بعدها عشان يتحرشوا بيا، واللي مأكد لي بقى ان العربيه اللي كانوا راكبينها تبقى تبع شركتهم. والظابط بيقول لها هو اسمه ايه؟ وهي بتقول له اسمه سيهان. وبيستغرب جدا وبيقول لها انت قصدك على سيهان غازي؟ وبتقول له اه هو ده. والظابط بيستغرب اكتر واكتر وبيقول لها ده ابوه اكبر مقاول اراضي وعندهم فلوس الدنيا كلها وسلطتهم كبيره كمان، يعني سلطه وجاه ومال. وبيقول لها انت كده داخله في طريق غلط، وبيصدمها وبيقول لها انه مش هيقدر يعمل لها بلاغ ضدهم. وبترد عليه إليف ببرود وثقه وبتقول له ياه ده قانون البلد اتغير خالص، وانت بقى كده هتخليني اضطر ان انا انزل ده على النت وافضحهم. فبيرجع الظابط في كلامه وبيقلق جدا وبيقول لها طب خلينا نشوف حل مع بعض. وإليف بتقول له اعمل اللي تعمله، المهم انا عاوزه تعويض عن عربيتي وعن حاجتي اللي اتسرقت مني. وبيقوم الظابط حيدر وبيقف في جنب وبيرن على زكريا وبيقول انه عاوز يتكلم مع الرئيس غازي، وبيعرفوا ان في بنت عاوزه تقدم بلاغ ضد ابنه. وزكريا بيعرفه وبيفتكر غازي لما سيهان قال له ان في بنت مجنونه وانه اداها درس وكده لما فكرته انه حرامي. وبيوجه غازي الكلام لزكريا وبيقول له دي مين اللي بتتجرأ دي وعاوزه تعمل بلاغ ضد ابني. وبياخد التليفون من زكريا وبيكلم الظابط. وحيدر بيعرف غازي انها عاوزه تفضح الدنيا على النت، وغازي بيقول له افتح السبيكر واديها لي. وبيكلمها غازي وبيقول لها احكي لي اللي حصل وانا هعوضك كويس قوي. واللي بتقول له كسر لي ودمر لي عربيتي وبعدين بعت لي ناس سرقوا حاجتي كمان. وبيزق غازي من رغيها كتير وبيقطعها وبيقول لها خليكي عندك وخلال تلت ساعه بس فلوسك هتجيلك لحد عندك. وإليف بتفرح ان حقها رجع لها. وغازي بيقول لزكريا انه يخلي حد من الرجاله يروح القسم ويديها الفلوس. وبيروح الراجل وبيدي لإليف الفلوس وبتقول له طب ما تديني رقم ابنه بقى لاني عاوزه ارن عليه واشكره. وبتضحك ضحكه انتصار وبتطلع وبترن على سيهان وبتقول له باباك ذوق جدا واداني الفلوس وبزياده لدرجه اني هخرج النهارده واتعشى مع اصحابي على حسابكم. وبتغيظه وبتقفل السكه في وشه. وبيروح سيهان لباباه وبيقول لباباه انت ايه اللي خلاك تدي للبنت دي فلوس من غير ما تقولي؟ وباباه بيقول له يعني كنت عاوزها تنزل صورتك على النت وتغلط فيك وتسألك. وبيتضايق سيهان وبيسيبه ويمشي. وبيروح سيهان وبيقعد مع مريم وبيحكي لها على اللي حصل وبيقول لها البنت المجنونه اللي حكيت لك عنها وقلت لي كبر دماغك منها راحت يا ستي على الاسم وعملت لي محضر، وبابا سكتها وادالها فلوسها. ومريم بتقول له معقوله البنت دي عملت كده؟ دي مريم هتتصدم يا عيني لما تعرف ان اللي بيتكلم عنها دي تبقى بنتها. المهم ان سيهان بيقول لها جه دوري بقى وهي فعلا
محتاجة تتعاقب، وبيبعت رجالة من عنده يضايقوها في الطريق ويخوفوها. وإليف بتكون بتشتري حاجات وبتطلع تلاقي عربيتها قدام العربيات، فبتفهم على طول وبترن على سيهان وبتقول له ما كانش في داعي انك تجيب لي حراس، وما كنتش كلفت نفسك، خلي بقى حراسك واقفين هنا لمدة اسبوع لو عاوزين يعني. وبتضحك وبتقفل السكة في وشه، وبتلاقي إليف محضر معمول ضدها وبتروح لهناك. والظابط بيقول لها انت كده قدمتي بلاغ كاذب، يعني ضحكتي علينا ومفيش حاجة من اللي انت قلتيها دي حصلت. وإليف بتقول له ازاي ده، كل اللي حكيته لك حصل قدامك وحتى الفلوس خدتها قدامك. والظابط بيقول لها حصل، لكن انت اهنتيه قدام اهله ولازم ترجعي له فلوسه، والا المحضر هيفضل مفتوح وده خطر عليكي بقى. وبترد إليف وبتقول له بطلوا بقى تطبلوا لهم وتبرروا غلطهم بقى، انا هنزل كل حاجه على النت زي ما قلت له، وبعدين انا ما بخافش من التهديد. وبتسيبه وتمشي. وحيدر بيكلم سيهان وبيقول له البنت ما خافتش من كلامي خالص. وسيهان بيضحك، ومريم بتقول له يا سيدي قلت لك كبر دماغك بقى وسيبها في حالها، وبتضحك له. وإليف بتكون روحت وغيرت وقاعده مع مامتها، وبتكون قلقانه لا يكون المحضر اللي اتعمل لها لسه مفتوح فعلا، وبتفكر تقول لمامتها بس بترجع في كلامها تاني عشان مش عاوزه تضايقها وتقلقها. وإليف بتقول لمامتها انا ورايا ميعاد للدكتور بكره ولازم اروحه. وتاني يوم سيهان بيصحى من نومه وتشند بتدخله بالقهوه وبتقول له انا مجهزه لك هدومك في الدولاب، وبتنزل. وسيهان برضه بيفضل يفكر في كلام إليف وحماسه بيكون عالي جدا في انه ياخد حقه منها ويرخم عليها، وبتكون عاجباه شخصيتها جدا لانها مميزه جدا. وإليف بتكون هتروح شغلها وبتشوف مامتها وبتقول لها انت ما رحتيش الشغل، ومامتها بتقول لها انا قلت استريح شويه بقى وبعدين هروح. وإليف بتقول لها انها كمان كانت نايمه مرتاحه جدا، وبتقول لها انت كويسه. ومريم بتقول لها انا بس مضغوطه في الشغل شويه. وإليف بتكون حاسه انها مخبيه حاجه عنها لكن ما بتحبش تضغط عليها. ولالا بيكون قاعد مع سوريا وبيتخض مره واحده لانه بيكون افتكر اخته اللي خلصت على نفسها، وكل ده بسبب غازي لانهم كانوا متجوزين، وكمان غازي ولالا كانوا صحاب جدا وقريبين من بعض جدا جدا كمان، لكن حصل بينهم مشاكل كبيره قوي وده اللي خلى مراته تخلص على نفسها. وده من ضمن الاسباب برضه انهم يبقى بينهم طار كبير وما يتقوش بعض ابدا. ومريم قبل ما تروح شغلها بتروح لإليف المستشفى لإعادة الكشف، والدكتور بيكون بيكلم إليف وبيقول لها ان الشرايين عندها بقت ضيقه جدا ودي معجزه انها لسه شغاله لحد دلوقتي. وإليف بتقول له بس انت قلت لي اننا لو لقينا متبرع امي هتخف وتبقى كويسه. وبيقول لها وانا عندي كلامي بس المشكله في عدد المتبرعين قليل جدا. وبيقول لها نتامل خير بقى وبيمشي. وإليف بتترعب وبتقلق على مامتها جدا. ومريم بتخلص كشفها وما بتكونش عارفه باي حاجه وبتروح الكافيه، بس الصدمه بقى انها بتلاقيه كله متكسر والدنيا مقلوبه على بعضها. وفيصل بيروح لها وبيقول لها في رجاله جم هنا بعربيات وهم اللي دمروا المكان كده وسابوا لك الورقه دي وقالوا لي اديها لك. ومريم بتنهار ودموعها بتكون على خدها وبتفتح الورقه وبتلاقي مكتوب فيها اهي دي بس يا دوب شكه بسيطه كده واللي جاي هيكون صعب عليكي قوي وانت اللي هتدفعي الثمن بنفسك، اشتري نفسك ووافقي على البيع. وبعدها بيروح لها مندوب شحن وبيديها جواب وبيكون فيه شيك وبتلاقي تليفونها بيرن وبيكون غازي وبيقول لها البنك بيقفل الساعة 5 وقدامك ساعتين انك تحطي فيهم المبلغ اللي انت عاوزاه في الارض وانا هبعتهولك فورا. ومريم بتقول له ولو ما وافقتش برضه تاني. وبيرد عليها وبيقول لها ساعتها بقى باكد لك ان ده هيكون اخر غلط عملتيه في حياتك، وزي ما قلت لك قبل كده الارض دي بتاعتي سواء بمزاجك او غصب عنك. ومريم ايديها بترتعش وبتقفل السكه في وشه وما بيكونش طايقاه وبتفضل تشتم عليه وبتقول انا مستحيل افرط في المكان ده ابدا وما بيكونش عارفه تعمل ايه. وفي نفس الوقت مش عاوزه تعرف إليف لانها بتنفعل دايما. وإليف بيكون في شغلها وما بتفكرش غير في مامتها وانهم مش لاقيين لحد دلوقتي فصيله دم متشابهه معاها عشان تعمل زراعه قلب، وبتكون قلقانه عليها جدا وحاسه بالعجز لان كده مامتها بتموت بالبطيء. وغازي هنا بيكون بيكلم زكريا وبيقول له يا ترى هتوافق ولا هنمشيها معاها بالعنف. بس ساعتها بقى سيهان بيتدخل وبيقول له ايه يا بابا مخبي عليا ايه تاني في الشغل. وغازي بيقول له لا مفيش حاجه خالص دي حاجات تافهه يعني في الشركه. فبيهزر سيهان وبيقول له بس انا حاسس انك مخبي حاجه عليا. وبيتعصب عليه غازي وبيقول له ده مش وقت هزار ويلا امشي من هنا بقى. وسيهان بيزعل قوي بس بيساله وبيقول له طب هتعمل ايه لو حد عمل فيا حاجه وحشه. وغازي بيقول له محدش يقدر يعمل لك اي حاجه ولو حد اتجرأ وفكر بس يبقى بيحفر قبره بايده. ورجاله غازي بيروحوا لمريم مكان الشغل وبيكسروا لها المكان كله باللي فيه. وساعتها مريم ما بتقدرش بقى وبتنهار وبيروح لها الراجل ده وبيهددها انها تمشي على الارض لكن برضه هي بترفض وبيقول للرجاله انهم يدمروا كل حته في المكان. وبيدخل زكريا بتليفونه وبيكون فاتح السبيكر وسيهان بيكون قاعد ورجاله غازي بيقولوا ان الست عنيده جدا وانها مش موافقه تمشي نهائي. فبياخد سيهان
التليفون وبيقول له ما تعملش اي حاجه وتعالوا على هنا وانا اللي هروح بنفسي. وبيوجه الكلام لباباه وبيقول له هي القوه في انك تهدد البنات؟ وغازي بيقول له هي اللي عملت كده في نفسها وخلاص بقى، يا تلحق نفسها يا تلحق ارضها بقى. وبيقول له سيهان طب سيب لي انا الموضوع ده وانا هعرض لها عرض حلو. وبيقول له لا انا مش واثق فيك وانت هتبوظ لي اللي انا عملته. وسيهان بيصمم وبيقول لزكريا ابعت لي العنوان وبيمشي. وغازي بيقول لزكريا انه يروح معاه. وسيهان بيتصدم انه بيطلع المكان هو كافيه مريم وبيشوفها وبيكون قلقان عليها جدا وبيقول لها ما تقلقيش انا هصلح الموضوع. وبيروح يكلم الرجاله ومريم بتكون مستغربه ان هو يعرفهم وبتقول لسيهان هو انت تعرفه منين؟ وبيقول لها دول شغالين مع بابا. ومريم بتتصدم صدمه عمرها لما بتعرف ان بابا يبقى غازي وبتقول له بس كده صداقتنا كده انتهت خلاص، وبتطردهم كلهم بره. وزكريا بيكون واقف ومش مصدق اللي سيهان بيعمله وبيروح سيهان جنب مريم وبيقول لها انه ما كانش يعرف ان ده هيحصل و5 دقايق وانا هحل لك الموضوع ده كله. وبيتصل على باباه وبيتخانق معاه وبيقول المكان ده يهمني واعتبره ملكي وبيكون متضايق جدا وبيقول لما اجي لك هفهمك كل حاجه وبيقفل السكه في وشه. وبيروح لزكريا وبيقول له انا عاوز المكان ده يرجع زي الاول واحسن وبسرعه. وبيروح لمريم وبيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش يعرف ان ده هيحصل ابدا وانها لو كانت عرفته ما كانش ده كله حصل ولا كان حد هيقدر يجيلك من الاول. ومريم ما بتردش عليه وبتكون زعلانه قوي لان المكان ده اغلى حاجه عندها. وسيهان بيقول لها انت دايما بتساليني ليه دايما بشتكي لك من بابا وهو ده بقى السبب زي ما انت شايفه كده ومفيش في دماغه غير البلطجه والقوه على الكل ومهما كلمه ما بيسمعش لكلامي وبالرغم من كده بيحبني جدا وما بيطيقش عليا الهوى بس برضه هعمل ايه ما هو في الاول وفي الاخر ابويا وبرضه بحبه جدا. ومريم بتكون مقهوره وبتتكلم بحرقه وبتقول له عيد ميلاد بنتي كان النهارده وكنت بعمل لها التورته لكن كل حاجه باظت. وسيهان بيعتذر لها وبيقول لها ان المكان هيرجع زي الاول واحسن كمان وانا اللي هجيب لك التورته خلاص يا ستي بقى. وبيقوم يمشي. وبالليل غازي بيكون مش طايق نفسه ومستغرب ازاي سيهان يعرف الست دي ويعرفها جدا كمان لدرجه انه بيبوظ مجهود غازي كله. وزكريا بيقول له ان منظره معاها كان غريب قوي اول مره يشوفه متعاطف للدرجه دي. وبيلاقوا سيهان داخل عليهم وغازي بيقول له انت عملت حاجه النهارده هتخلي الناس كلها تتكلم عليا واني ما قدرتش على واحده ست. وسيهان بيقول له طب وما قلتش ليه ان الارض ملكي؟ وبيقول له طب وبالنسبه لمشروعي بقى ان شاء الله؟ وبيرد عليه سيهان وبيقول له مفيش مشاريع هتتعمل هناك خلاص. وغازي بيقول له هي هتبقى مين دي اللي خلتك تقف قدام ابوك كده؟ وسيهان بيقول له انها اقرب صاحبه له وبيتجاهل غازي كلامه وبيقول له انت لو فضلت تتعامل مع شغلي بطريقتك دي ساعتها هتزعل مني قوي. وسيهان بيقول له خلاص ما تبنوش مشاريع تجبرني على التدخل. وبيتعصب عليه غازي وبيقول له انت كده بتستغل انك ابني ولو اتعاملت بالاسلوب ده هتزعل مني قوي. وبيسيبه ويمشي. وسيهان بيوجه الكلام لزكريا وبيقول له على بكره بالكتير الكافيه يكون اتصلح. وزكريا بيقول له اكيد طبعا ان شاء الله وبيمشي. وسيهان بيدخل عند تشاندا وبيلاقيها واقعه على الارض ورجليها ورمه جدا وتشاندا بتقول له انها وقعت. وسيهان بيكون قلقان عليها جدا وبسرعه بياخدها على المستشفى. وفي المستشفى بيلاقي إليف وبيقول لها هو في ايه؟ هو ما فيش غيرك على طول في المستشفى هنا؟ بس يلا مش مهم تعالي بسرعه اكشفي على المريضه اللي معايا. وبتروح إليف وبتديها مسكن وبتطلب من بينا تعمل لها اشعه وبتسيبها وتمشي. وسيهان بيتخانق معاها انها تسيب تشاندا وبيقول لها لا عالجيها الاول. بس إليف قالت له ان في مريض تاني حالته حرجه جدا وهي هتروح تبص عليه وسابته ومشيت. بس ازاي إليف تعمل كده وتسيب تشاندا تعبانه يعني بالنسبه لسيهان يعني؟ وبيتعصب جدا وبيرن على اصغر وبيقول له هات لي مسدسي وتعالى لي دلوقتي حالا في المستشفى. ومريم بتزين في البيت التورته تاني بس من جواها حاسه قلبها مكسور وفي نفس الوقت لازم تفرح بنتها هي فعلا مضحيه. وسيهان بيروح يثبت كل الدكاتره بالمسدس ومن ضمنهم إليف وبيدخلهم غصب عنهم في الاوضه اللي فيها تشاندا وبيقفل الباب بالمفتاح وبيقول لهم محدش يفكر ان هو يمشي من هنا الا باذني انا وبس ومفيش خروج من الاوضه غير لما تشاندا تتعالج الاول. وإليف بتقول له اللي انت بتعمله ده غلط وبيرد عليها وبيقول لها انه ما بيعملش غير الصح وبس وبيفضل واقف معاهم وكلهم بيكونوا تحت امرها. زي ما احنا عارفين ان سيهان ممكن يخسر اي حاجه الا تشاندا لانها تبقى اغلى حاجه عنده وعشان كده هو اتصرف التصرف ده. ومريم بتكون مستنيه إليف لانها بتكون اتاخرت جدا عليها وبيكونوا ممرضين خلصوا ومدين لتشاندا مسكنات وبيروحوا لإليف وجايبين لها تورته وهي بتفرح بيها قوي
وبتبدأ تقطعها، وسيهان بيكون معدي وبيشوفهم وبيقول لهم حلو قوي الكلام ده، يعني سايبين المرضى كلهم وقاعدين هنا بتحتفلوا، وعلى كده بقى ده عيد ميلاد مين ان شاء الله؟ وبترد عليه فينا وبتقول له انه عيد ميلاد الدكتور إليف، وبيضحك سيهان وبيقول لا ده انا على كده هحتفل معاكوا بقى. وإليف بترد عليه وبتقول له لا ما تضيعش وقتك وروح انت شوف قريبتك لاني مش هقطع التورته. وبيرد عليها وبيقول لها خلاص قطعي لي انا وتشاندا واحنا هناكلها مع بعض، وبيسيبها ويمشي، واصحابها بيولعوا الشمعة وبيكملوا احتفال بيها على طول. وبترجع إليف البيت وبتلاقي مامتها مجهزه لها كل حاجه للاحتفال وبيغنوا سوا. وفجأة مريم بيصعب عليها نفسها وبتقول لها انهم يغنوا تاني بس باسم إلهام، وبتكون بتعيط وفعلا بيعملوا كده. وبتكون زعلانه جدا مريم عشان إلهام مفكره انها فضلت إليف عنها وتخلت عن إلهام بسهوله، وانها مش قادره تفهم ان الام ما تقدرش تختار بين اولادها وكلهم واحد بالنسبه لها. وده لان المحكمه ظهرت ان الاب ياخد بنت في حضانته والام تاخد البنت التانية، ومن ساعتها إلهام وهي ظالمه مامتها ومش قادره تصفلها ابدا، ومريم هتموت عليها وهتتجنن وتاخد بنتها. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد، وانا ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.